في وقت من الأوقات كنت شايفة إن حياتي ماشية غلط. كل باب بفتحه بيتقفل، كل حاجة بحاول فيها بتفشل، والناس اللي كنت فاكراهم سند اختفوا. بس بعد فترة بدأت أفهم اللي كنت شايفاه خساير ما كانش خساير خالص، ده كان ستر، كان تجهيز، كان حماية من حاجات أنا ما كنتش شايفاها بس ربنا كان شايفها. فاكرة اللحظة اللي استنيت فيها خبر شغل وكنت متأكدة إن ده هيغير حياتي، وفجأة اتقفل الباب. كنت حاسة بإحباط، زعل، ممكن شوية غيرة من اللي نجح. بس بعد فترة جالي شغل تاني أحسن في كل حاجة، والمكان اللي كنت عايزة أروحه سمعته طلعت سيئة، والناس اللي اشتغلوا فيه خرجوا منه محبطين. ساعتها فهمت ربنا ما بيأخرش حاجة عننا، هو بس بيخبي اللي مش لينا. كلنا عدينا بالمرحلة دي، ناس كنا فاكرينهم قريبين مننا وفجأة بقينا غرب، كلامهم قل، اهتمامهم اختفى. ساعتها بتقول لنفسك أنا عملت ايه؟ بس بعد شوية بتكتشف ان وجودهم كان بيأخرك، بيستهلكك، بيشككك في نفسك، والبعد بتاعهم كان أول خطوة في انك تحب نفسك أكتر وتطمن وانت لوحدك. ربنا دايما بيبعد عنك الناس اللي ملهمش خير فيك حتى لو كانوا حلوين من بره. كنت مخططة لحياتي بطريقة معينة، هدخل المجال ده، هعمل الحاجة دي، هسافر هناك، بس ولا حاجة مشت زي ما كنت عايزة. كنت حاسة اني تايهة، بس لما سبت الامور تمشي على طبيعتها لقيت حاجات عمري ما كنت اتخيلها، مجال تاني، ناس تانية، افكار عمري ما كنت هشوفها لو كنت فضلت في نفس السكة. الخطة اللي ما مشيتش ما كانتش فشل، كانت اعادة توجيه. الهدوء الحقيقي مش ان كل حاجة تبقى تمام، الهدوء بيجي لما تعرف ان حتى لو الامور مش تمام ربنا ماسكك. في حكمة في اللي بيحصل دلوقتي حتى لو مش شايفها، هي موجودة، وكل تأخير وكل لخبطة ليها سبب. مرات الحاجات بتتأخر لحد ما تبقى جاهز تستقبلها، ومرات بتتأخر علشان أصلا مش من نصيبك وفي حاجة أحسن جاية. الحياة مش ماشية غلط، هي ماشية صح جدا، بس على توقيت ربنا مش توقيتك. اللي راح ما كانش ليك، واللي اتأخر جاي في أحسن وقت، واللي لسه مش فاهمه هتكتشفه قريب، وهتضحك على نفسك لما كنت زعلان. صدقني ربنا عمره ما خبى عنك خير، هو بس بيحميك وانت مش واخد بالك.